الشخص الوحيد اللي لما كان بيتعب كانوا دكاترة العالم كله بيروحوا يكشفوا عليه. إن كنت لا تعلم فإن الشخص المهم قوي ده هو اليوناني أبوقراط اللي اتسمى بأبو الطب. ليه يا ترى كان مهم وإيه سر اللقب؟ اسمع يا سيدي، ببساطة الطب قبل أبوقراط كان حمادة وبعده بقى حمادة تاني خالص. قبل أبوقراط الطب كان عبارة عن شوية فلسفة على شوية تاريخ على رشة خرافات من بتوع زمان، لحد ما جه أبوقراط وفتح أول مدرسة طب بمنهج علمي بجد. كان بيعلم الناس الطب بطريقة منظمة بعد ما كان العلم ده محتكر بين شوية عائلات يونانية بيورثوه لبعض كأنه عقد شقة ومش مسموح لغيرهم إنه يعرف أسراره. وكمان عمل قسم أبوقراط اللي لحد النهاردة أي دكتور جديد لازم يقوله قبل ما يشتغل. يعني لو حضرتك كشفت عند دكتور غالبا الراجل أقسم قدام أبوقراط إنه هيعالجك بضمير، أو على الأقل المفروض يعني. كل ده خلى العرب يلقبوه بالفاضل وكمان بأبو الطب، اللقب المشهور اللي انتشر عنه في العالم كله. دي كانت معلوماتنا النهارده، واستنونا في معلومه جديده من ان كنت لا تعلم. وخليك فاكر، مع الهستوريادور معلومات عامه هنخلي المعرفه اسلوب حياه.